احنا كبشر بنحب نلاقي شماعه نعلق عليها الحاجات الغلط اللي بتحصل في حياتنا. يعني مثلا تقدر تقول لي انت ليه لسه ما بداتش رياضه لحد دلوقتي؟ او ليه بتزنق نفسك قبل الفاينل بيومين؟ او ليه شاب زيك وعنده كرش؟ او انت ليه ما اتجوزتش يا اسطى لحد دلوقتي؟ ها؟ الدهون في منها نافع وفي منها ضار، بس للأسف وجود دهون ضارة خلى كل الدهون تخش تحت قفص الاتهام ان الدهون كلها مضرة. يعني مثلا لو مريض كوليسترول قال لشخص ان انا عندي كوليسترول، الشخص ده يفتكر ان الكوليسترول دوت بسبب الدهون، مع انه لا، الكوليسترول 20% بس بسبب الدهون و80% بسبب الجلوكوز. الدهون عنصر اساسي للجسم، لما ليها من وظائف كتيرة قوي مهمة، زي انها بتحمي الاعضاء وبتقلل الرواسب في الشرايين وبتتحكم في مستوى السكر في الدم وبتساعد على رطوبة البشرة والشعر والجلد. يعني شغالة HR وشغالة مدير التشغيل وشغالة سيلز وشغالة بتعمل كل حاجة. ده غير انها كمان بتتحكم بصورة اساسية في تكوين الهرمونات الشبيهة بالهرمونات الجنسية اللي لو حصل فيها مشكلة، وبالرغم من ده كله الا ان الجسم مش بيكونها، بيحتاج ان هو ياخدها من بره على صورة اكل او صورة مكونات غذائية. بس أنهي دهون نافعة وأنهي دهون ضارة؟ الدهون بتنقسم إلى نوعين، نوع نافع ودي الدهون غير المشبعة، والنوع التاني الضار اللي هو الدهون المشبعة والدهون المتحولة. النوعين دول من الدهون الضارة لو كلت منهم زيادة عن اللزوم أو أسرفت في إنك تاكل فيهم كتير هتزيد احتمالية إصابتك بأمراض زي أمراض القلب. الدهون المتحولة دي بتبقى موجودة غالبا في صورة المخبوزات أو البسكويتات او اي حاجه بنشتريها من بره مقليه في الزيت. يعني اي حاجه طعمها حلو ابعد عنها، اي سعاده دي وحشه مضره ما تقلقش. النوع ده من الاكل الدكاتره بيمنعوا المرضى ان هم يقربوا منه. ليه؟ في بعض الدراسات بتقول ان تناول كميات كبيره قوي من الدهون المتحوله بيزيد احتماليه الاصابه بالسرطان وامراض الكبد وسرطان الكبد، وبتزيد نسبه هرمون الاستروجين وده بيزود احتماليه الاصابه بسرطان الثدي. الدهون غير المشبعة بتنقسم لنوعين، دهون غير مشبعة أحادية ودهون متعددة غير مشبعة. الدهون الأحادية غير مشبعة النوع دوت بيبقى من الدهون بيبقى موجود بشكل أساسي في المنتجات النباتية زي بذرة الكانولا والشيا وبذرة الكتان وزيت الزيتون. النوع دوت من الدهون بيعمل على انه يقلل الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL عن طريق ان هو يزود الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL، وبينقل ال LDL الضار للكبد عشان الكبد يحلله ويتخلص منه الجسم، وبيزود قدرة الجسم على السيطرة في مستويات السكر في الدم عن طريق ان هو بيزود حساسية الجسم للأنسولين. ده غير انها مصدر اساسي للطاقة للجسم بعد الكربوهيدرات، وبيزود قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون زي فيتامين K و E و D و A، واللي هي مهمة جدا للجلد والعظم والجهاز المناعي. الدهون المتعددة الغير مشبعة النوع دوت من الدهون بيبقى موجود في الأسماك الدهنية زي السردين والماكريل والسلمون، أو بذرة الكتان والجوز وبذرة الشيا. النوع دوت تقريبا بيعمل نفس اللي بيعمله النوع الأول من الدهون، انه بيساعد القلب يضخ الدم عن طريق ان هو بيقلل الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL وبيزود الكوليسترول الجيد ال HDL، وبيدعم الشعر والجلد وبيكسب الشعر نعومه دهنيه كده، بيدي الشعر لمعانه. يعني بص شركات التجميل هيبيعوا لك دهون بعد كده. والنوع دوت من الدهون برضو بيدعم النمو والتطور، عشان دوت النوع دوت من الدهون مهم جدا للاطفال والحوامل، عشان دوت بيدعم الجهاز العصبي والجهاز الحسي. لو جينا نبص على الشعب السوري او الايطاليين هتلاقيهم بيطبخوا الطماطم مع الزيت. في الحقيقه انا برضو بعمل كده لما بعوز اعمل فول بالقوطه او شكشوكه او اي حاجه من الحاجات دي. ما علينا، نرجع للموضوع. طماطم مع الزيت بتكون ماده كيميائيه اللايكوبين. اللايكوبين دوت ماده مضاده للاكسده. الماده دي عشان هو ماده مضاده للاكسده فهو بيبقى واقي لكثير جدا من الامراض زي مثلا السكري او امراض القلب او الزهايمر. في حاجه اسمها الجذور الحره، باختصار يعني الجذور الحره دي مواد كيميائيه لازم تبقى موجوده بنسب معينه جوه الجسم، لكن لو زادت او قلت تحصل الامراض اللي انا قلتها. اللايكوبين وظيفته ان هو يحافظ على الجذور الحره دي بنسبها الطبيعيه في الجسم، تزيد تقل هو بيتخلص من نقصان او زياده فيها. شفت بقى الزيت حلو ازاي؟ بالرغم من ان في دهون نافعه الا انك لو خدت منها كميات زياده عن اللزوم او كلت منها فوق طاقتك فانت بالتالي برضو هتضر نفسك وهتخلي نفسك عرضه لامراض انت بعيدا عنها.
احب اختم الجزئيه دي واقول لك انك كل ما هو طبيعي، وكل اي حاجه ربنا خلقها طبيعيه، وحاول تبعد على قد ما تقدر عن كل الحاجات المقليه او كل حاجه طعمها حلو. بلاش حاجات فيها زيوت مهدرجه، بلاش حاجات فيها معموله بزيوت عامه، وكل اللي انت عايزه. بس حابب اختم الجزئيه دي واقول الايه اللي ربنا قال فيها سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. خلينا متفقين مفيش حاجه اسمها وزن مثالي، مفيش حد مثالي غير استاذ احمد السقا، راجل محترم ومن الشعب وواحد من الناس. مفيش حاجه اسمها بديل صحي للمحشي، كله يا باشا، انت عايز ايه تاني؟ مفيش حاجه اسمها ان بنطلونك يضيق عليك ما تعملوش حاجه، ضيق عليه. ولو عايز تبدا رياضه مش عارف تبدا منين، انا برضو والله.